الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا في الوطن السوري وفي المهاجر. أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم راح أحاول أحكي بثلاث مواضيع نوعا ما مختلفة، لكنها تصب في الشأن السوري. الموضوع الأول يتعلق بالمفاوضات الجارية ما بين قسد والحكومة السورية. الموضوع الثاني الحديث باسم الشعب السوري، إنه الشعب السوري يريد كذا والشعب السوري لا يريد كذا. طبعا هذا الكلام باسم الشعب السوري يصدر عن باحثين ونشطاء بيطلعوا على الإعلام وبيحكوا إنه سوريين بدهم هيك وما بدهم هيك ويلقوا الكلام هيك جزافا على عواهنه. هل بالفعل يعني الشعب السوري لا يريد اللامركزية أو الفيدرالية؟ على ماذا يستند هؤلاء؟ يعني إعلاميًا ينبغي أن يكون هنالك مصداقية، بحثيًا أيضًا مصداقية. ما هو سند هؤلاء اللي هيك بيحكوا باسم الشعب السوري؟ هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث يتعلق بطبيعة النظام السوري السابق اللي كان نظام سني برأس علوي. هل المظلومية السنية اللي بيحكوا عنها بيبالغوا فيها أنه نحن قمعنا، نحن ظلمنا، نحن كنا مقصيين من التمثيل في مؤسسات الدولة، هذا الكلام وهي الثرثرات يعني هي كمان يعني شو مدى صحتها؟ ما هو السند التاريخي والوثائقي القويم والرصين والمتوازن الذي يستند عليه هؤلاء. هذه هي المواضيع الثلاثة. هنالك تعويل من قبل أنصار الحكومة الجديدة أو الحكومة السورية المؤقتة على التركي وعلى الأمريكي. التركي باعتبار سند قويم واستراتيجي يدعم أحمد الشرع، ومن قبله كان يدعم الائتلاف السوري المعارض والإخوان. والسلطة الموجودة حاليا في دمشق هي ائتلاف من السلفية الجهادية بقيادة أحمد الشرع ورفاقه في السلاح والجهاد سابقا وحاليا، والإخوان المسلمين. هذا الائتلاف الحاكم يختلف عن الائتلاف الذي حكم مصر بعد 2011. كمان كان ائتلاف السلفيين والإخوان، لكن الإخوان كانوا رأس السلطة. المرشد محمد مرسي اللي كان يعني العوبة أو خاتم في يد مرشد الإخوان. فوجه الاختلاف ما بين السلطتين التي حكمت مصر وجرى الإطاحة بها والتي تحكم سوريا الآن، أنه الطينة نفسها ائتلاف الإخوان مع السلفية الجهادية لكن الاختلاف أنه في سوريا رأس السلطة وعصبها السلفية الجهادية، وفي مصر كان رأس السلطة وعصبها حكم الإخوان وحكم المرشد. كان هنالك في مصر جيش وطني، جيش يحمي الدولة، انحاز للشعب ضد نظام مبارك اللي كان جزء من الجيش. مبارك كان جنرال وكان قاد السلاح الجوي أو في حرب أكتوبر. ويعني في نهاية المطاف انحاز الجيش للجماهير ضد مبارك، وانحاز الجيش للجماهير ضد حكم المرشد. هلا الإخوان وجماعة الإخوان والإسلاميين بيصنفوا الموضوع على أنه انقلاب وما بعرف شو، يعني لهم ما يشاءون من هيك توصيفات. أنا مشان هيك أشوف أنه وجه الاختلاف ما بين النظام الحاكم لدمشق
والنظام الذي حكم آه، مصر والقاهرة في فترة قصيرة يعني. وقت ذاك أيضا يعني نظام حكم المرشد انفتح عليه الأمريكيين، وكان بدعم من الأمريكيين وحتى الإسرائيليين يعني انفتحوا، وكان هنالك حوارات سرية، رغم أنه مصر تربطها باتفاقية سلام مع إسرائيل، إلا أنه كان هنالك يعني شيء من التعامل اللي بيمعزل عن الدولة، وجرى يعني الكشف عنه ومحاكمة محمد مرسي الرئيس المصري الراحل الله يرحمه يعني. هون في سوريا ما في جيش وطني، وبالتالي بماذا يستقوي أحمد الشرع؟ يستقوي بالتركي، ويستقوي الآن يعني الخليج، السعودية والإمارات والأمريكيين على الداخل السوري. نفس قصة حافظ الأسد اللي كان يقدم تنازلات للخارج، والداخل متروك لاستبداد وقمع نظام حافظ الأسد، ومن بعده آه، ابنه بشار الأسد. الرهان على الأمريكي والرهان على التركي، طبعا أنصار حكومة أحمد الشرع دائما بيلبسوا الثياب اللي هن بيلبسوها لأي منتقد أو لأي معارض لهذه السلطة يعني. حتى ولو ما كان معارض، كان مجرد منتقد، كان مع هذه السلطة لكن ينتقدها يعني. وحتى الآن حسب ما أراه أنه ما في تيار من التيارات المعروفة والمشهود لها واللي لها حضور ووزن سياسي لا تصنف نفسها بأنه هي تيارات معارضة للسلطة الجديدة، لكن تنتقد، تحافظ على حق النقد يعني. مثلا أقول يعني من حتى على مستوى الكتاب والمثقفين يعني، مثلا الأستاذ حازم النهار أنا ما شفت أنه بيصنف نفسه معارض لنظام آه، أحمد الشرع رغم خطابه النقدي. التحالف الوطني الديمقراطي اللي مقره برلين، رغم الخطاب النقدي والنفس النقدي والاختلاف الجذري مع سلطة أحمد الشرع، ما بيصنف نفسه التحالف أنه قوة معارضة للنظام السوري الحالي. يعني بماذا تستقوي السلطة الحاكمة حاليا في سوريا، وهي سلطة أمر واقع، طالما هي ليست سلطة منتخبة، هي سلطة أمر واقع يعني. الشرعية الوطنية، الشرعية الديمقراطية مش من الخارج، مش من الأموال التي تضخ لهذه السلطة، مش من المدائح وتغريدات دونالد ترامب يعني في هذه السلطة يعني. ودونالد ترامب معروف هو من هو يعني. الشرعية الوطنية والديمقراطية السورية تكون من الداخل السوري، مستويات الرضا عن هذه الحكومة وبما تمثله من تطلعات وآمال وطموحات الشعب السوري الذي انتفض وتمرد على النظام الاستبدادي القمعي البائد. ما جرى في دمشق في البارحة يعني من مفاوضات يعني أو جمع ما بين قسد والحكومة السورية بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنه محاولة إعادة النظر في البنود هذه الاتفاقية بطلب من قسد، وبطلب من المجلس الوطني الكردي، وبطلب يحظى بدعم كل النخب الكردية بالإجماع يعني. لأنه تلك الاتفاقية، اتفاقية قسد التي أبرمت مع أحمد الشرع في آذار الماضي يعني بينها وبين الاستسلام شعرة، مع بعض يعني الأمور التي تحفظ ماء الوجه للطرفين، لكن هو كان اتفاق نصر لأحمد الشرع.
والاتفاق كان ببصمات تركية يعني. أعتقد أنه قسد راجعت نفسها و يعني انتبهت للخطأ الوطني والديمقراطي والتاريخي الفادح الذي أسقطت نفسها فيه بالتوقيع على تلك الاتفاقية. أنا كنت من ضمن المعارضين لتلك الاتفاقية، لأنه هي اتفاقية إسلام. لا ميزان القوى العسكرية، لا ميزان القوى الاقتصادية، في آذار، مش هلأ، في آذار، ولا الدعم الجماهيري. يعني قسد كانت تحظى باحترام حتى في الجنوب السوري، في الساحل السوري، وفي المناطق الشرقية أيضًا. هلأ قصص الفيسبوك وواحد رقاوي ببرلين أو بإيسن أو بإسطنبول أو بهولندا يطالب بسبي الكرد، هذا كلام لا يُعتد به يعني. الفيسبوكيين اللي بيهاجموا قسد من خارج مناطق سلطة قسد يعني، هذا كلام لا يُعتد به. حتى الباحثين الرقاويين أو الديريين اللي بيشتغلوا بمركز حرمون أو بالمركز العربي للدراسات والسياسات، يعني هذا معارضة هذه الجهات لقسد معروفة يعني. مش معارض لقسد كقسد، معارضة لقسد بوصفها تمثل المطالب والطموحات الكردية في حدود ما، في إطار ما، في سياق ما. هذا هو حقيقة المعارضة. المهم، يبدو لي وحسب ما رشح من تلك الجلسة أنه وفد قسد رفض الاستجابة، ولم يتنازل هذا الوفد عن مطالب القسد، وهي مطالب الكرد ومطالب أبناء الجزيرة والمجلس الوطني الكردي، وأصر على تعديلات جوهرية وأساسية واستراتيجية تخدم أبناء سويدا وتخدم أبناء الساحل وتخدم أبناء سوريا وتخدم التوجه الليبرالي الديمقراطي العلماني في سوريا. ففي تقديري الآن قسد تمثل قوى استراتيجية يمكن يعني البناء عليها من القوى السورية المعارضة الأخرى خارج السلطة الحالية، اللي أنا قلت أنه هي عبارة عن ائتلاف حاكم ما بين السلفية الجهادية والإخوان بقيادة السلفية الجهادية. قسد حسب ما وأتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا، يعني أنه هي أصرت على المطالب وعلى تعديل بنود الاتفاق، ومن حقها أن تماطل، لأن من بدأ بالمماطلة هو النظام السوري الحالي، نظام الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. سأقول لكم كيف. طبعا بالعودة إلى بنود ما أبرم ما بين قسد والسلطة السورية، أنه سوريا تكون تشاركية وكل الأطراف السوريين يشاركون في هذه السلطة، لكن السلطة مش بس أقصت قسد، لا، أقصت تيارات سورية أخرى عربية لكن ليبرالية، عربية لكن يسارية، عربية لكن مثلا تنتمي إلى بيئات أخرى، بيئات لها خصوصية وطنية، خصوصية ثقافية، خصوصية مذهبية، كالسويدة أو الساحل السوري. جرى إقصاء كل هؤلاء. سأقول لكم يعني خروقات، نماذج من الخروقات الاستراتيجية التي يعني جعلت من اتفاق قسد وحكومة دمشق الحالية يعني حبرا على ورق. أولا، شكلت الحكومة بعد الاتفاق لجنة حوار وطني برئاسة حسن الدغيم، اللي كان يشتم أحمد الشرع شتائم وإهانات أنا أخجل
من ذكرها يعني. صحيح نختلف مع أحمد الشرع، لكن أنا لا أشتمه بالشتائم التي وجهها له آآ حسن الدغيم. شكّلوا لجنة للحوار الوطني بمعزل عن أي مكوّن آخر من مكونات الشعب السوري. هذا كيف يكون حوار وطني يعني؟ أهلية بمحلية. بعدين برروا إنه لأ، هذا مجرد حوار وطني، يعني مخرجات هذا الحوار ليس قرارات. حاولوا تركيع ولملمة الموضوع. شكلوا لجنة ما فيها ولا واحد من المكونات، عملوا مؤتمر الحوار الوطني وجابوا عملاء مخابرات تركيا من مثل شو اسمه عبد العزيز التمو. اجى حسن الدغيم يمدح عبد العزيز التمو، واثنيناتهم يعني طيزين بالباس، اثنيناتهم عملاء المخابرات التركية، اثنين الجوز. فبيجي بيمدح بمشعل التمو وشهادة وعظمة مشعل التمو، وهذا كلام صحيح. وينسب أو يعطف عبد العزيز التمو على أساس أنه هو وطني لأنه أخوه شهيد. طبعا للعلم وأنا يعني الراحل مشعل التمو كان صديق، وأبنائه أيضا أصدقاء، وأنا قريبه، ونحن أبناء منطقة واحدة. يعني أنا بعرف أنه عبد العزيز التمو منبوذ من عائلة مشعل التمو، كان على على قطيعة مع مشعل التمو، لكن هو حسن الدغيم حبايب، جايبينه على أساس هو يمثل المكون الكردي. يا سلام. مين كمان كان معه؟ كان معه رديف مصطفى. ورديف مصطفى أنا بعيني هي شفت تحقيقات يعني في 2007 أو 2006 في دمشق، يعني محاضر يعترف فيها رديف مصطفى بعلاقته مع النظام السوري، وأنه كان بيكتب تقارير في منطقة كوباني على أنه يقدم دلائل وطنيته. أنا شفتها بعيني، قريتها يا أحد الأصدقاء المحامين قال لي تعال شوف رديف المصطفى الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان. شو مش بس هيك مشعل التمو قيادات عفوا قيادات من حزب مشعل التمو آخر مرة اعتقل فيها مشعل التمو خرج من بيت رديف مصطفى الساعة 12 بالليل، وجرى اعتقاله على مفرق أو جسر قرقوزق. كان في دورية أمنية بانتظاره. آخر واحد شاف مشعل التمو في موضوع الاعتقال كان رديف مصطفى. بالمجمل يعني رديف مصطفى كان عميل للمخابرات السورية، صار عميل للمخابرات التركية. عبد العزيز التمو كان بعثي وأمني، صار تركي وأمني. هدلون الجوز جابوهم على أساس أنه بيمثلوا المكون الكردي في مؤتمر الحوار الوطني. سلقوا مؤتمر الحوار الوطني وأقصوا الجميع. هل تشكيل لجنة الحوار الوطني وعقد الحوار الوطني كان انتهاك فاضح وصارخ للاتفاق المبرم ما بين قسد وحكومة أحمد الشرع على أن تكون سوريا تشاركية وكذا، من القصص الوطنية اللي أنتم بتعرفوها. مش يعني حوار وطني مزيف، يعني ما في شيء، ما كان في شيء يعكس حقيقة التنوع القومي والديني والإثني في هذا الحوار، لا على مستوى الحضور والمشاركين، لا على مستوى التوصيات، بل كان مؤتمر حوار هيك كمنصة للهجوم على قسد ومسألة الفيدرالية والانفصال والتقسيم والخزعبلات حي. بعدين شو سوى؟ الخرق الثاني الاستراتيجي بناء على توصيات مؤتمر الحوار الوطني اللي كانوا بيقولوا انه توصيات مش قرارات، تشكلت لجنة الإعداد للإعلان الدستوري. لجنة الإعلان الدستوري كمان كان فيها لجنة من طيف، نفس الطيف، نفس
المنسجمين مع السلطة سلقوا إعلان دستوري منحوا أحمد الشرع صلاحيات تتجاوز صلاحيات حافظ الأسد، صلاحيات تتجاوز صلاحيات رجب طيب أردوغان، تتجاوز صلاحيات صدام حسين، تتجاوز صلاحيات شو بدي أقول لكم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران الصلاحيات اللي بإيده يعني لا تساوي صلاحيات الممنوحة لأحمد الشرع طبقا للإعلان الدستوري. هات خرق ثاني كمان، يعني كيف إعلان دستوري بهذا الشكل يسلق ويطبخ ويعرض ويفرض. مؤتمر حوار وطني فرض، إعلان دستوري فرض، اثنين خرقين فاضحين للاتفاق المبرم. كيف قصد مطماطل يعني لقصد كل الحق في مراجعة بنود الاتفاق المبرم ما بين الاثنين. يعني هلا في عم يحكوا عن مسألة مجلس الشعب، مجلس شعب سوريا، مجلس الشعب السوري ثلثه سيعينه تعيين مش انتخاب، ثلثه سيعينه أحمد الشرع، الثلثين الباقيين لا الإخوان وملاحق الإخوان، الثلث الأساسي للسلفية الجهادية ومن يوازي وشوية يعني يسكت بهم أحمد الشرع بعض الناس ويشتري بهم ذممهم. يعني اشترى ذمة حسن الدغيم اللي كان بيعارضه ويخونه ويطالب أنصاره بترك جبهة النصرة. يعني أحمد الشرع نجح في شراء ذمة حسن الدغيم، ما راح ينجح في شراء ذمة آخرين من الليبراليين والعلمانيين وكذا. طبعا لا. أنا أضمن لكم يعني إذا عرض أو أحمد الشرع عرض على علي فرزاد أنه يصير ضمن الكتلة البرلمانية، في تقديري علي فرزاد لن يرفض اللي هو بده إياها سوريا عربية أموية إلى الأبد إلى الأبد. وإذا بترجعوا لأصول علي فرزاد ما لا عربي ولا أموي، هذا أولا. إذا تم عرض ذلك على برهان غليون، في تقديري ربما برهان غليون أيضا يقبل يعني يكون من ضمن كتلة أحمد شرع، فيكون يعني في هاي الكتلة شوية فنانين على شوية مثقفين على كذا، لكن الأساس العصب العقل المدبر والمسير، وما ما في مجال للتخيير، يعني فقط مسير هو العقل السلفي الجهادي الذي يقوده أحمد الشرع والحلقة الضيقة المحيطة بأحمد الشرع. الثلثين الباقيين كمان سيكونون منسجمين تماما مع الثلث الأول. يعني إذن عملية تشكيل البرلمان، يعني هل هنالك شيء يشبه الجبهة الوطنية التقدمية؟ لا، أسوأ من الجبهة الوطنية التقدمية، أخرى من الجبهة الوطنية التقدمية، ما في شيء يشبه حتى يعني النظام السابق على عهد الأسدين الأب والابن. هذا ألا يمكن اعتباره خرقا؟ ربما البعض يقول لا مش خرق، اللي يحرر يقرر واللي يحرر يبرر من هالسخافات والكلاوات مثل ما بيقولوا الأخوة العراقيين. إذن نحن على مقربة من برلمان سوري مزيف معين، مثل ما كان الحوار السوري مزيف. الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني كان مؤتمر حوار وطني مزيف ومسيس ومجير، مثل ما كان الإعلان الدستوري إعلان مسيس مجير مزيف، أيضا
الثمرة ستكون برلمان مجلس شعب سوري مجير مسيس مزيف إزاء كل هذه الخروقات الفاضحة. يعني بدهم أنه قسد تجي تستسلم لهاي الخلطة، يعني هاي الأوبي اللي تحكم سوريا. طبعا النقاط الأخرى، يعني النقطة الأساسية أنه أحمد الشرع قبل التوقيع على الاتفاق مع قسد، ويعني رغم أنه الفرنسيين والأمريكيين دائما طالبوا بالتعاون مع قسد في هالإطار، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الوطنية، أحمد الشرع حتى في موضوع عفرين وإعادة الكرد المهجرين إلى ديارهم، أحمد الشرع فشل في اقتلاع العمشات والبطحات والشلحات والكلسات التابعين للمخابرات التركية اللي المسيطرين على عفرين ومناطق أخرى. فشل أحمد الشرع في تطبيع الأوضاع وإعادة هذه المناطق إلى الحاضنة السورية، وإعادة المهجرين الكرد العفرينيين إلى ديارهم، إلى بساتينهم، إلى أراضيهم. طيب، في جزئية تبادل الأسرى صار في هذا الموضوع. إذا حطينا قسد بكفة وخلفيات المماطلة، وحطينا أحمد الشرع ونظامه وحكومته في كفة، وأسباب وخلفيات والخروقات، كفة من سترجح؟ كفة قسد بالإنصاف والمعطيات. ما جرى خلال هذه الفترة من آذار وحتى هذا الشهر بيحكوا عن مماطلة حسنا فعلت. أنا أتمنى أن يكون الموضوع صحيحا، أتمنى أنه وفد قسد الذي ذهب إلى دمشق قال توماس باراك، يعني بما معناه طز فيك، يعني شو أنت ممثل أمريكا؟ شو يعني ممثل أمريكا؟ يعني بدك تفرض علينا شكل سوريا؟ ماذا يصلح لسوريا وما لا يصلح؟ أنت مين حتى تحكي بهذا الموضوع؟ أنت جهة راعية، جهة داعمة، جهة يعني تمثل دولة ما، لكن أنت لست دونالد ترامب لست الإدارة الأمريكية ككل. يعني نفس قصة دونالد ترامب تكررت سابقا في 2004 و2005 عندما كان بول بريمر موجود في العراق، المفوض السامي الأمريكي موجود في العراق، حاول يضغط على القيادة الكردية أنه الفيدرالية لا، القوات البيشمركة الكردية تندمج وتنحل في الجيش العراقي اللي كان عبارة عن ميليشيات شيعية، مثل ما الآن ميليشيات سنية تحكم دمشق، ميليشيات شيعية تحكم العراق، الجيش العراقي يعني. لكن الزعيم الكردي بنضاله، بصبره، بحكمته، طعش بول بريمر وقال له إذا بدك تحل قوات البيشمركة تفضل على كردستان حل قوات البيشمركة. وهذا كلام كان بتحدي. عندما قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني لبول بريمر ذلك الكلام، كان يعي بأنه مكلف من السلطة الأمريكية، ومن تقف يعني الدولة التي تقف خلف بول بريمر. لم ينصاع، لم يذعن الزعيم الكردي لأنه كان صاحب حق، وانقلع بول بريمر وترسخت الفيدرالية في الدستور العراقي، وقوات البيشمركة الكردية أصبحت جزءا من وزارة الدفاع، لكن مهمتها حماية إقليم كردستان الفيدرالي، رغما عن أنف الصداميين، رغما عن أنف الخمينيين الذين تحالفوا سوا ضد المطالب الكردية، مثل ما الآن أبناء بني أمية ومن والوهم
متحالفين مع التركي ضد الحقوق والمطالب الكردية، مش بس ضد المطالب الكردية بل ضد مطالب أهل السويدة كمان. ومعروف الصراع العثماني وأيدي العثمانيين الملطختين وأيديهم الملطخة بدماء الدروز وأيديهم الملطخة بدماء العلويين في سوريا وفي تركيا وفي بلاد الأناضول، أيدي العثمانيين. فهنالك شيء يشبه الحقد التاريخي، الثأر التاريخي من العثمانيين القدامى والجدد ضد العلويين والدروز والكرد. لهيك بنسمع وبنشوف تكرار حلف الأقليات ضد السنة السوريين. طبعا هذا كلام هراء وخرافي وعاري عن الصحة. التاريخ السوري يكذب ذلك. بمقصدي من هذا الكلام أنه بإنصاف وبموضوعية وبتوازن، إذا شفنا أو إذا قارنا ما بين التعطيل الذي جرى في تطبيق الاتفاق المبرم ما بين قسد وحكومة أحمد الشرع، يعني كل المبررات والمسوغات ترجح كفة قسد، وقسد على حق في هذا الموقف، وأتمنى أن تستمر على ذلك ولا تنصاع وتأخذ من الزعيم الكردي مسعود البرزاني وتجربته مع بول بريمر قدوة وأسوة حسنة في العناد والصبر والنضال والإصرار على المطالب الكردية والمطالب السورية. لأن القسد الآن قوات سوريا الديمقراطية هي أمل لأهل السويدة، كمان هي أمل لأهل الساحل ولكل القوى العلمانية الديمقراطية. ما عاد في شيء حدا. ائتلاف الإخوان والسلفيين ابتلع المشهد أو يكاد يبتلع المشهد السوري باستثناء قسد وبعض المكونات الأخرى، وبالتالي قسد الآن لا تمثل نفسها، تمثل الخط والنهج الوطني الديمقراطي العلماني في سوريا، مش بس في مناطق الجزيرة السورية والشمال السوري، لا 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 لا، حتى في الساحل السوري، حتى في دمشق الكثير من النخب الثقافية السنية حتى يعني صاروا يميلون إلى كفة قسد لما يرونه من فظائع ترتكبها حكومة أحمد الشرع في على مجمل، يعني مش خروقات فردية، ما حدا يقول لي خروقات فردية، يعني تتحمل سلطة أحمد الشرع كل هذه التفاصيل. بعد كل هالسرد والتفاصيل اللي بيجي بيقولوا قسد تماطل، حسنا فعلت قسد بأن ماطلت، لأنه هذا الاتفاق المبرم في آذر هو اتفاق استسلام، بينه وبين الاستسلام شعرة يعني. وكما ذكرت يعني وقت ذاك وحتى الآن قسد قوة شرق أوسطية وازنة، وقوة سورية كبرى، وقوة دولية جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب. الآن حكومة الشرع تجتهد، تحاول لكي تملأ الفراغ الذي ربما تتركه قسد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. الآن وطبقا للمعطيات تسليحا تدريبا التزاما قسد أقوى من سلطة أحمد الشرع، وبالتالي ينبغي يعني الكثير يقولون هكذا كلام يلقى على عواهنه. قسد تشتري الوقت، الطرف الضعيف يشتري الوقت، والطرف الضعيف في المعادلة العسكرية حاليا هو نظام أحمد الشرع. يحاول نظام أحمد الشرع والأمريكيين من خلفهم إنهاء كل الملفات الداخلية السورية بأي طريقة لكي يبرم الشرع
اتفاق سلام مع إسرائيل. هذا هو بيت القصيد، يعني بدهم ينهوا هاي المسائل كلياتها على أساس أنه الذي أبرم هذا الاتفاق حكومة مجمع عليها، قسد شريكة فيها، الأطراف الأخرى شريكة فيها، وليس الائتلاف السلفي السني الذي يحكم سوريا حاليا. هم يسعون وراء التفويض الإجماع الوطني اللي يدعم هذه الحكومة ولو كان الموضوع شكليا. فأتمنى أن تستمر قسد في عنادها الوطني وإصرارها الوطني على المطالب وعلى تعديل بنود ذلك الاتفاق، وهو ليس قرآنا يعني، واتفاق بين طرفين سياسيين يحق للطرفين تعديل بعض البنود بما ينسجم مع الواقع الوطني والواقع المحلي ويرضي كافة الأطراف. كثيرا ما أرى على السوشيال ميديا وفي قنوات التلفزة صحفيين، باحثين، كتاب، بيجوا بيحكوا الشعب السوري لا يريد اللامركزية، السوريون يرفضون اللامركزية، والمذيع أو المذيعة ما بتسأله يعني بناء على ماذا؟ أنت على شو عم تستند؟ ما في هيك سؤال اعتراضي وطني صحفي يا استفزازي يطالب هذا الشخص الباحث أو المحلل أو السياسي أو الناشط أنه أنت على شو تبني هذا الموضوع؟ أنت من أنت لكي تتحدث باسم الشعب السوري؟ كيف الشعب السوري لا يريد اللامركزية؟ هل أنت أجريت استفتاء، استطلاعات رأي، منظمات معنية مختصة في استطلاعات الرأي غير تابعة لا قسد لا السلطة السورية، منظمات محايدة أجرت استطلاعات رأي أنت بناء عليها تبني رأيك وتقيم الحجة على الأطراف المطالبين باللامركزية. طيب الذين يطالبون باللامركزية هم كمان شعب سوري، هم كمان جزء مهم واستراتيجي ووازن من الشعب السوري. عد على أصابعك واحد يعني أولا قوات قسد والإدارة الكردية وإدارة المناطق شرق الفرات، أنتم بتسموها إدارة كردية، مش مشكل، إدارة كردية هذا ليس عيبا أو حرجا. يعني هذه الإدارة بشكل من الأشكال تمثل الكرد في سوريا، وحظيت بدعم من المجلس الوطني الكردي طبقا لاتفاقية قامشلو وبنود اتفاقية قامشلو اللي وقع عليها الطرفين. الكثيرون كانوا يراهنون على الخلافات ما بين قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي من جهة، وحزب والمجلس الوطني الكردي من جهة أخرى، لكن هذه الخلافات تحولت إلى اختلافات يعني اللي هو جرى تجسيرها طبقا لبنود الاتفاق المبرم في القامشلي، وهو الآن السند والركيزة الأساس التي تستند إليها قوات سوريا الديمقراطية قصد لتعديل الاتفاق المبرم مع حكومة أحمد الشرع. مقصدي من هذا الكلام، هذه الجهة العسكرية السياسية الإدارية تطالب باللامركزية. هدلوني جزء من الشعب السوري ولا لا جزء من الشعب السوري؟ ما فيكم تنكروا. أنا عضو في التحالف الوطني الديمقراطي السوري اللي مقره في برلين، هو أيضا يطالب بأنه تكون سوريا لا مركزية، وأنه اسمها ينبغي أن يكون الجمهورية السورية. يعني هذا التحالف الوطني يضم طيفا واسعا من القوميين والليبراليين وحتى المحافظين الإسلاميين، يعني وطبعا
تحالف وطني ديمقراطي معتدل، لكن مطالبه وطنية خالصة. أكاد أن أقول 70 إلى 80% من مطالب هذا التحالف تمثلني، لذلك أنا عضو في هذا التحالف الوطني اللي من ضمنه سمير النشار، وبيرأسه دكتور مروان خوري. ويعني بالمناسبة يعني وجه التحية لكل أعضاء وقيادات وأنصار التحالف في إطار هذا الحديث، لأنه هؤلاء سوريون أم لا؟ سوريون. المنظمة الآثورية السوريانية هي أيضا تطالب بسوريا لا مركزية. العديد من الكتل السياسية، التيارات السياسية، الأحزاب السورية تطالب باللامركزية. إذا أجرينا مسحا سياسيا على مستوى النخب السياسية والنخب الثقافية، بنلاحظ أنه كم كبير من السوريين يقارب يعني أكثر من 50%، أكثر من 50% يطالبون أن تكون سوريا لا مركزية. طيب أهل السويدة أليسوا عربا سوريين؟ طالبوا باللا مركزية، بل طالبوا نموذجا يشابه أو بالإدارة الذاتية يعني في السويدة، انسجاما مع الإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات. مناطق الساحل أليسوا عربا؟ أليسوا سوريين؟ طيب أهل السويدة زائد أهل الساحل زائد قسد زائد تنظيمات وكتل سياسية أخرى، بالمجمل ماذا يمثل هؤلاء؟ 2%، 3%، 10%، إن شاء الله يكونوا 1%. أليسوا سوريين؟ أليسوا سوريون؟ ينبغي أن تراهم وأن تحترم خيارهم. هذا يعني أبسط قواعد العمل الديمقراطي والوطني. ما تجي تقول والله السوريين ما بدون. طيب يا حبيبي أنت على ماذا تستند؟ ما هي الحجة التي تقيمها على من يطالب باللامركزية؟ السوريون ضد الفيدرالية. أنت سويت إحصاء؟ لا. سويت استفتاء؟ لا. سويت استطلاع رأي؟ لا. خلاص على مبدأ عنزة ولو طارت، صارت بتم وعلكة بده يكررها. السوريون ضد وهذا الضخ في السوشيال ميديا وفي الإعلام. أنا نفسي ومنى عيني أشوف مذيع على قناة نفسي ومنى عيني أشوف مذيع في إحدى القنوات التلفزية السورية أو مذيعة تسائل الضيف اللي بيحكي بهاي الطريقة، يعني إنه أنت يا حضرة الباحث والكاتب أو الصحفي أو الضيف أو المحلل السياسي، عندما تقول السوريون لا يريدون اللامركزية أو الفيدرالية أو الحكم الذاتي، أنت على شو عم تستند؟ يعني هذا سؤال اعتراضي طبيعي مهني وطني لا نجده. لا نجد إذن عدم الاعتراض على هيك مزاعم وهيك ادعاءات في الإعلام السوري، هذا يعني أنه هنالك ضلوع وتورط للتسويق هيك وجهة النظر. يعني وجهة نظر تزعم وتدعي بأنه السوريون لا يريدون هكذا ويريدون هكذا. السوريون يريدون المقاتلين الأجانب. السوريون يرفضون إخراج المقاتلين الأجانب مثلا. التحدث باسم السوريين ينبغي يعني أن يحظى بشيء من الموثوقية والإنصاف والتوازن، يستند إلى استفتاءات، يستند إلى إحصاءات، يستند إلى استطلاعات رأي من مؤسسات وشركات متخصصة محايدة في هذه القضايا والمسائل. يعني ما في
ما في أي شخص حتى قسد لا يمكنها أن تتحدث باسم السوريين، لكن قسد جسم وكتلة وازنة، نتفق نختلف معها، هذا شيء آخر يعني. قسد بما تمثله من جماهير وتأثير وإدارة وسلطة، الأحزاب السورية الوطنية الأخرى من التحالف الوطني، من المنظمة الآسورية السريانية، من التجمعات المدنية والثقافية التي تدعم سوريا اللامركزية. هؤلاء سوريون، أنت شو بدك بناء على ماذا تقول السوريون؟ أنت فيك تقول أهل السنة والجماعة، ومش كلهم طبعا يعني، أو الائتلاف الحاكم السلفي الجهادي والإخواني هو اللي يعني يعارض أو يرفض سوريا اللامركزية بأمر تركي. طبعا الخلفية تركية، ولهذا السبب تركيا تعترض على تعديل الاتفاق وتسعى بكل جهدها أنه وتضغط على قسد. تركيا تضغط على قسد عن طريق أوجلان أنه تسليم الأسلحة ويصار إلى الاندماج وكذا، لأنه هذا مطلب تركي من تركيا لأوجلان لكي تضبط أمور تركيا مع أوجلان، وأوجلان يضبط أموره مع تركيا، ينبغي لقسد أن تستسلم. أوجلان واعد الأتراك أنه خلاص اتركوها علي، قسد اتركوها علي، أنا بدي خلي قسد تستسلم لأحمد الشرع، هي خلوها علي. وهو يضغط، تركيا كتركيا وأنقرة تضغط، وتركيا كعبد الله أوجلان يضغط. ويبدو لي وأتمنى أن لا أكون مخطئا، يعني أتمنى أنه في هذه النقطة يكون رأيي صحيحا، أنه قسد حتى الآن تقاوم الضغوطات التركية والضغوطات عبد الله أوجلان وضغوطات دمشق وضغوطات تومبارك. حجم الضغط على قسد كبير، لكن حجم الإصرار والعناد والنضال والكفاح والمصداقية ينبغي أن يكون أكبر. هذا ما آمله من قسد. أما عن قضية المشروعية وقصص من يحرر يقرر ومن يقرر يبرر ومن يبرر يغرر من الكلاوات كما يقولها العراقيون، يعني لا، هذا كلام مش صحيح يعني. نعم، قسد سلطة أمر واقع وحررت هذه المناطق من داعش، فعليها طبقا لهذا الكلام أن تقرر. يعني أنا لست مع هذا المنطق، لا. يعني إذا صح كلام الأمويون الجدد عليهم فيما يتعلق بدمشق فمعناته كلام يصح على قسد. يعني ونظام داعش الإرهابي لم ينهار أمام قسد مثل ما انهار نظام بشار الأسد أمام الفاتح أحمد الشرع أبو محمد الجولاني سابقا. لا، الموضوع كان قتال وجها لوجه يعني. وإذا بتحصوا عدد قتلى أو الشهداء من غرفة عمليات إدارة العمليات في صراع مع النظام الأسد في الفترة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، من 6 أشهر الأخيرة من عمر نظام بشار الأسد، وتقارنوها بشهداء قسد في مواجهة نظام أبو بكر البغدادي صديق أحمد الشرع سابقا، يعني لا مجال للمقارنة. فإذا أنتم بتقولوا من يحرر يقرر وهذا كلام مرفوض، قسد كمان بإمكانها أن تقول لأهل الدير وأهل الرقة من يحرر يقرر، نحن حررناكم من داعش نقرر. طبعا هذا كلام كمان غير مقبول. أنا
أرد الحجة على أصحابها يعني. فالمصداقية الوطنية لأحمد الشرع هو كمان سلطة أمر واقع. قست سلطة أمر واقع، أحمد الشرع سلطة أمر واقع. بيروح بيشوف باراك أوباما، بيشوف ولي العهد السعودي، ولي العهد الإماراتي، الأمير القطري، سلطة أمر واقع. سلطة مثل ما واحد يعمل انقلاب، سلطة أمر واقع. متى يحظى أحمد الشرع بمصداقية وطنية شعبية سورية؟ عندما يرضي السوريين، عندما ينظر إلى نفسه على أنه رئيس كل السوريين وليس رئيس جماعة معينة، لا يتعامل مع الوطن تعامله مع الجماعة الإسلامية، أن يرى نفسه رئيسا للكرد ويحظى باحترام الكرد بقدر ما يلبي مطالبه، رئيسا للدروز وأهل السويدة ويحظى بمحبتهم ودعمهم واحترامهم بقدر ما يلبي مطالبهم، رئيسا للعلويين ويحظى بدعمهم واحترامهم بقدر ما يحترمهم، ويحاكم المجرمون السفلة القتلة الذين أوغلوا في الدم السوري العلوي في الساحل السوري. المصداقية الوطنية من هنا تتأتى، ما بتجي من أموال الخليج التي تضخ حاليا، ما بتجي من مدائح وتغريدات دونالد ترامب، ما بتجي من ابتسامات واحتضان المسؤولين الأمريكيين لأحمد الشرع. لا لا لا، من السوريين. المصداقية الوطنية من الداخل السوري، من الوطن السوري، مش من الخارج. محمد مرسي كمان رئيس النظام الإخواني السابق في مصر، وكان منتخب وكان شرعي وكان مدعوم أيضا من الأمريكيين، لكن عندما جرى خلعه خلاص راح يعني ما عاد الدول المصالح من يحكم حاليا نتعامل معه، لكن فيما يتعلق في الداخل الوطني والمصداقية الوطنية حاليا ما فيه. المصداقية الوطنية لا تأتي من مؤتمر حوار مزيف، مؤتمر حوار وطني، ولا من إعلان دستوري مزيف طبخه وسلقه من المستفيدين من سلطة أحمد الشرع حاليا. يعني المصداقية الوطنية تأتي من الداخل الوطني. خلاصة الكلام، ما حدا يجي ويقول الشعب السوري يريد كذا والشعب السوري لا يريد كذا. أنا بإمكاني أن أقول الشعب الكردي مثلا، لأني مطلع على وثائق الحركة السياسية الكردية على مدى قرن، وبإمكاني أن أبرز الأسانيد في هذا الخصوص. هنالك سند، لكن اللي بيطلع على الفضائيات وبيحكي الشعب السوري يطالب بكذا وضد اللامركزية وضد الفيدرالية، يا ريت المذيعين والمذيعات ومن باب المهنية يطالبوه بالأسانيد الموثقة، مش كلام هيك مرسل ويلقى على عواهنه على أساس أنه هذا يمثل السوريين والمزاج العام للسوريين. لا، الموضوع بده وثائق، إطلاق أحكام القيمة، الشعب يريد كذا لا يريد كذا، الموضوع بده أسانيد. لكن المذيعين ما بيطرحوا هيك مسائل. إذا هنالك شيء من التعمد في الترويج لهيك أكذوبة، لهيك خرافة أنه الشعب السوري ضد اللامركزية، حتى على مستوى النخب، يعني مستوى النخب الثقافية. يعني إذا بتعملوا مسح مثلا الفنان السوري جمال سليمان المعارض لنظام الأسد والفنان المعروف هو مع سوريا اللامركزية، وأعتقد أنه صار يدعم حتى الطرح الفيدرالي
رغم أنه سابقًا كان معارض للفيدرالية، ودار بيني وبينه سجال بكتابة المقالات على موقع إلكتروني كانت الأستاذة سميرة مسالمة رئيس تحرير الموقع بروكار على ما أعتقد. لكن الآن جمال سليمان مع سوريا اللامركزية، حتى مع سوريا فيدرالية. أنا هكذا سمعت يعني، إنه أنا متأكد إنه هو مع سوريا اللامركزية، لكن موضوع الفيدرالية في إحدى التصريحات أنا سمعت إنه هو مع الفيدرالية كمان. الأستاذ عبد الكريم قطيفان يعني ابن درعا والفنان السوري الوطني الأصيل، هو أيضا يعني مع سوريا اللامركزية. قيسوا على ذلك هنالك الكثير من الفنانين السوريين الذين صرحوا برأيهم على وسائل الإعلام بأنه هن مع سوريا لا مركزية، حتى على مستوى النخب الثقافية. يعني كاتب القصة المعروف وابن إدلب وابن سوريا والصديق العزيز خطيب بدلي، أعتقد أنه هو في أكثر من مناسبة صرح بأنه هي الجمهورية السورية وأنه هو مع سوريا لا مركزية. الناشر والكاتب والباحث المهم والصديق العزيز دكتور حازم نهار هو أيضا يعني عبر عن رأيه في أكثر من مناسبة أنه مع سوريا لا مركزية. إذن على ماذا يستند هؤلاء عندما يقولون الشعب السوري ما بده لا مركزية، ضد اللامركزية؟ حاشتك كذب. يعني لازم المذيع والمذيعة إذا سمعوا من ضيف موجود في الاستوديو أو عبر الهواء أو أونلاين بيحكي هيك كلام، يقول له اقعد عاقل عاد، يعني يا تجيب وثائق يا ما تحكي هيج كلام. يعني قصة أخرى يكثر الحديث عنها في أوساط بني أمية، أوساط الأمويون الجدد يعني، أو أولاد هند بنت عتبة بينزعجوا من هذا الموضوع، بيعتبروني أنه أنا أشتم وأهين. أنا لا أشتم، أنا لا أهين. يعني أنا لم أتمنى مرة أحد الأصدقاء أنه ذكر يعني أنه أنت تشتم الأمويين يا عسيجي، وأنا ذكرت ودخلنا في سجال وطالبت بالوثائق أنه صفحتي على الفيسبوك موجودة أمامك وبأثر رجعي سنة سنتين. إذا شفت على صفحتي في منشوراتي في فيديوهاتي شيء، كلمة، فقرة أشتم فيها بني أمية أو هند بنت عتبة أو العرب، لك مني اعتذار، وللعرب اعتذار، ولبني أمية اعتذار، ولأبي سفيان ولزوجه هند بنت عتبة. ما جاء، خضع في مسائل التهويل وهو باحث وناقد. يعني العصبية القومية هيك اشتغلت عنده فجأة، أنه كل من ينتقد بهذه الطريقة خلاص هو ضد العرب وضد بني أمية وهند بنت عتبة. يا عيني، هن اللي بينسبوا نفسهم بأنه أمويون جدد، خلاص أمهم هند بنت عتبة، أمهم أم أمية معاوية بن أبي سفيان. فمش أنا هذه ليست شتيمة يعني، وأنا أنسبهم يعني أمنحهم شرفا هم لا يستحقونه عندما أصفهم بأنهم أولاد هند بنت عتبة. فأنا أمنح الأمويون الجدد شرفا لا يستحقونه، لأنهم هم لا علاقة لهم ببني أمية، لا من قريب ولا من بعيد. فبيجوا بيقولوا لي انه انت تشتم بني اميه. على العموم يعني، هلا فيما يتعلق بالمظلوميه السنيه والسنه ظلموا، انا قلتها سابقا يعني واكرر،
النظام الحاكم في سوريا مش بس يعني لنقل على زمن حافظ الأسد وحتى الآن كان نظام سني برأس علوي. أركان الحكم أو داعمي نظام حافظ الأسد ضد رفاقه البعثيين كانوا سنة. مصطفى طلاس سني، عبد الحليم خدام سني، زهير مشارقة سني، عبد الله أحمر سني، حكمة الشهابي سني، حسن تركماني سني، فاروق الشرع لاحقا سني، أحمد كفتارو سني، مروان شيخو سني، محمد سعيد رمضان البوطي سني، بدر الدين حسون سني. هو كان نظام حكم سني برأس علوي. جل المستفيدين من هذا النظام تجار دمشق، تجار حلب. فما يجي حدا يقول والله بيتاجروا بالضحايا السنة اللي سقطوا في 13 14 سنة الأخيرة. يعني هؤلاء الأمويون الجدد. هلا أحمد الشرع شفتوه زار مخيمات النازحين الموجودين حاليا، المخيمات اللي كان على أساس عم يتخبى فيها. هل زار تلك المخيمات الموجودة في ريف إدلب وريف حلب، مخيمات النزوح الداخلية؟ هل زار مخيمات النزوح داخل تركيا؟ في زياراته التي يقوم بها، سواء مثلا لنفترض مثلا زار الأردن، هل زار مخيم الزعتري؟ إذا قام بزيارة مرتقبة لنفترض إلى لبنان، هل سيزور مخيمات اللجوء في لبنان؟ أتمنى ذلك، بس هو حتى الآن ما سوى هيك شيء. فما يجي حدا يتاجر بمظلومية السنة ويحكي على في هذا الإطار أنه على أساس كنا مغبونين، كنا مظلومين. السنة حتى في الستينات حاولوا الوصول إلى السلطة لكي تكون السلطة تماما سنية 100%. يعني لما كان بلش صلاح جديد ورفاقه ومن ضمنهم حافظ الأسد يعني يستولون على حزب البعث، لسه ما صارت سوريا 100% أو النظام الحاكم 100% برأس علوي، لا. طيب تعالوا نجري مراجعة بسيطة جدا ومراجعة مدرسية التي تدحض هذه الأهزوجة الأكذوبة الخرافة أنه النظام الحاكم في سوريا ما كان نظام سني، كان نظام علوي 100%. طيب هلا أنا عملت هيك إحصائية في هذا الإطار وأستميحكم عذرا على الإطالة. رؤساء الجمهورية في سوريا من سنة 1946 من الاستقلال وحتى يعني حقبة ما قبل الاستقلال، تاج الدين الحسني ومحمد علي العبدي يحطوه على جنب. يعني في الاستقلال وحتى دولة الوحدة بين سوريا ومصر، شكري القواتلي سني، حسني الزعيم سني، هاشم الأتاسي سني، أديب الشيشكلي سني، فوزي السلو يعني كان رئيس بالوكالة خلال فترة معينة. يعني هشام العطار كمان رئيس مؤقت سني، رجع شكر القواتلي كمان سني. هلا في زمن دولة الوحدة جمال عبد الناصر سني. بعد الانفصال ناظم القدسي، لؤي الأتاسي، أمين الحافظ، نور الدين الأتاسي، أحمد الخطيب حتى عام 1970 كلهم سنة. بعدين بيجي حافظ الأسد وبشار الأسد اثنين علويين.
كل رؤساء الجمهورية كانوا سنة. من وين السنة كانوا محرومين من السلطة ومن القيادة ومن الدولة ومن المؤسسات؟ نجي على رؤساء الحكومة من 61 وجاي. مأمون الكزبري سني، عزة النص سني، معروف الدواليبي، بشير العظمة، خالد العظم، صلاح الدين البيطار سنة، أمين الحافظ سني واعتقد حلبي، يوسف الزعيم سني وديري، نور الدين العطاسي، بعدين بيجي حافظ الأسد من 70 لل 71 كان رئيس حكومة يعني في فترة الانقلاب. أحمد الخطيب كان رئيس الجمهورية. عبد الرحمن الخليفي الخليفوي، عبد الرحمن الخليفوي سني. محمود الأيوبي، محمد علي حلايبي، عبد الرؤوف القسم، محمود الزعبي، مصطفى ميرو، محمد ناجي العطري، عادل سفر، رياض حجاب اللي انشق من الدير، عمر غلاونجي، وائل الحلقي، عماد خميس، حسين عرنوس، محمد غازي الجلالي، آخر رئيس للوزراء في سوريا، كلهم سنة. نأتي إلى وزراء الخارجية وهي وزارة سيادية يعني. بسام الصباغ اللي كان آخر وزير، فيصل المقداد، وليد المعلم، فاروق الشرع، كلهم سنة. نجي على وزارات الدفاع، وزراء الدفاع من الاستقلال وحتى آخر وزراء. اللواء أحمد الشرياتي، العميد حسني الزعيم، العميد سامي الحناوي، العقيد أديب الشكلي، اللواء فوزي سلو، اللواء مصطفى طلاس سنة. العماد حسن تركماني، العماد علي حبيب محمود هذا علوي، حسن التركماني سني. من 2009 ل 2011 علي حبيب كان وزير الدفاع ورفض إقحام الجيش ضد المتظاهرين السوريين وشالوه من مكانه. العماد داود راجحة مسيحي، العماد فهد جاسم الفريج من الدير سني، العماد علي عبد الله أيوب سني، العماد عبد الكريم محمود إبراهيم سني، العماد محمود عباس سني. إذا 99.99 من رؤساء الجمهورية ووزراء الخارجية ورؤساء مجلس الوزراء. هلا نحن ما عدينا رئيس البرلمان السوري من من 70 وحتى آخر رئيس لمجلس الشعب، كلهم سنة. أكثر المستفيدين من نظام حافظ الأسد وبشار الأسد كانوا تجار حلب وتجار دمشق، وكلهم أو أغلبهم سنة. من وين جبتوا هاي الخرافة، هاي الأكذوبة، هذا الافتراء أنه والله السنة كانوا مقصيين وبعيدين عن الدولة وكذا والنظام علوي وما بعرف شو من هالكلام، لكي تبنوا سلطة غاشمة استبدادية. الآن تختلقون مظلومية خرافية أكذوبة تتعلق بإقصاء السنة من الدولة ومن مؤسسات الدولة، في حين أنه هنالك مظلوميات حقيقية، منها المظلومية الكردية المدعومة بقرارات عنصرية من نظام البعث أو من النظام السوري حتى قبل البعث، يعني حتى على زمن الانتداب الفرنسي. وفي شيء مدعوم بالوثائق، بتنكروا وبتجوا بتختلقوا
مظلومية مناهضة ومضادة لكل هذه المعطيات التي في جزء منها، يعني أنا ذكرت جزء منها، وبالتالي بطلوها هاي الخرافة يعني، أو إذا بدكم تفتروا على التاريخ وواقع السياسي السوري، يعني حاولوا أن تجتهدوا أنه تكون هذه الأكاذيب والافتراءات فيها شيء من الإقناع، فيها شيء من المصداقية، أنه صحيح هي كذبة لكن بتتصدق، لكن أنتم فشلة في الاثنين، في اختلاق الكذبة وفي آليات يعني جعلها أو التسويق لها وجعلها على أنها حقيقة. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في موضوع آخر. دمتم بألف خير.